ساعات كده تيجي المدام تقول لك ايه، تعالى كده بص على صور المطعم الجديد اللي فتح، وانت بمنتهى البراءة تقوم باصص على الصور وتقول الله جميل وشكرا. طبعا في الحقيقة هي عايزة توصل لك مسج ان ايه المطعم فتح وان احنا المفروض نروح، بس للأسف عشان المسج ما كانتش كلير واحنا كرجالة ما بنفهمش من فكرة التلميح، فهي فقدت كده صفة من أول 4 صفات هم مهمين في أي مسج وأنا بتعامل مع الناس، وهي فكرة الكلير. إن المسج بتاعتي أول صفة لازم تكون موجودة فيها وأنا ببعت لأي حد أي رسالة إن هي تكون واضحة. يعني إيه واضحة؟ يعني ما تحتملش معنيين، يعني to the point، بمعنى إن أنا هفهمها بنفس الطريقة اللي هيفهمها حضرتك، اللي هيفهمها فلان وعلان. ما ينفعش ان هي تتفسر كل واحد على حسب مزاجه. فدي اول صفة مهمة قوي ان هي لازم تكون موجودة في اي مسج، ان هي تكون كلير واضحة. اوقات كده مثلا بنسأل سؤال في الانترفيو، مثلا اللي هو بسأل انت ايه اهدافك او عايز تحقق ايه، فحد يرد مثلا يقول لي انا عايز احقق اللي نفسي فيه. طيب ايه اللي نفسك فيه؟ دي مسج غامضة، مسج مش واضحة. فدايما وانت بتتعامل لازم المسج بتاعتك تكون واضحة علشان توصل للشخص اللي قدامك بمنتهى السهولة. طيب تاني حاجة، ان المسج بتاعتك لازم تكون كومبليت، لازم تكون كاملة. يعني ايه كاملة؟ يعني ما تديش نص المعلومة والنص التاني حضرتك شايله على جنب مش عارفين انت شايله ليه. زي مثلا ان انت تيجي تقول للمدير بتاعك خلي بالك ده رحمي جه متأخر. لو انت قلت المعلومة كاملة ممكن المدير ده يكافئ رحمي، لكن انت لو اديتها له ناقصه هو ممكن يعاقبه، لان انت قلت له ايه؟ هو اتاخر. لكن لو عرف سبب التاخير، لو عرف ان هو رغم الظروف اللي حصلت هو برضه جه، فقراره هيختلف. فدايما وانت بتدي مسجات للناس لازم المسج تكون كومبليت، ما ينفعش ان في معلومه انت تخفيها بدون سبب واضح، او مفيش ما يستدعي ان انت تخفي المعلومه دي. من ضمن الحاجات برضو اللي لازم المسج بتاعتك تكون كامله فيها، لو انت في مدير وبتدي للناس تاسك معينه، ما ينفعش تدي له التاسك وتقول له انا عايزك تخلصها من غير ما تحدد له الديدلاين بتاع التاسك دي، لان معلومه زي كده هي مهمه. انا بالنسبه لي لما اخد تاسك مهم اعرف انا هشتغل عليها في تايم قد ايه. طب هل التايم ده مناسب ولا محتاج ان انا اتفاوض معاك على التايم ده؟ انت لو اديتني تاسك وما اديتنيش التايم بتاعها انا هعمل ايه؟ هسيبها، اخليها تاخد راحتها، ما عنديش اي مشكله. فمهم قوي ان انت معلومتك دايما تكون كامله. تالت صفه مهم ان هي تكون موجوده في الرساله بتاعتك، ان هي تكون كوركت، تكون صحيحه. يعني خليك دايما اونست، خليك امين وانت بتدي اي معلومه. ما ينفعش ان انت تكون بتقول معلومه فيك او معلومه مش صحيحه علشان توصل لغرض معين. هتتكشف. فبلاش في شغلك او في علاقاتك ان انت تقول معلومه مش صحيحه. ساعات في ناس بتعمل كده علشان تتباهى، بتعمل كده علشان يعني توصل لمصلحه معينه. دي حاجه من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها، ان انت المعلومه بتاعتك تكون كوريكت. وعلشان تكون كوريكت لازم تتاكد من السورس اللي انت جايب منه المعلومه. يعني ما ينفعش بقى تهبد وتفتي وتقول كلام انت مش متاكد منه لمجرد ان انت سمعت من فلان وفلان سمع من علان وعلان سمع من، وهكذا. رابع صفة لازم تكون موجودة في المسج بتاعتك ان هي تكون كونسايز. يعني ايه كونسايز؟ يعني المسج بتاعتك تكون مركزة. طيب المسج بتاعتك تكون مركزة يعني ايه؟ يعني ما فيهاش حشو. اوقات كده كتير بتجيلنا ايميلز تبقى انت عمال تبص على الميل اللي هو مش عارف تمسك هي المشكلة فين. يعني انا فوكس على ايه في الميل ده كله؟ تلاقي ناس بعتة وناس رايحة وناس جاية وناس محطوطة في السي سي انت ما تعرفهاش وده رادد على ده، وانت بتسأل نفسك هو انا ليا ايه في ده كله؟ او انا المفروض افوكس على ايه في الميل ده كله؟ اوقات كتير قوي المسج بتاعتنا ما بتبقاش مركزه. طيب هو ايه فايده ان المسج تكون مركزه؟ انت بتوفر مجهود يعني بدني ومجهود ذهني على الشخص اللي بيستقبل المسج بتاعتك، توفر عليه تايم، بتخليه ياخد الاكشن على طول دايركت، مش محتاج ان هو لا يقعد يرجع لك بقى يقعد يسالك يقول لك طب انت تقصد ايه؟ طب انا محتاج افوكس على فين؟ لا، انت بتسهل عليه وبتقول له يعني اهي هي متقشره اهي،
حضرتك ده اللي يخصك في المسج. ففكره ان المسج بتاعتي تكون كونسايز دي حاجه من الحاجات اللي لازم 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 ناخد بالنا منها. طيب يبقى احنا لحد دلوقتي احنا قلنا ان في 4 خصائص مهمين قوي في اي مسج علشان ما تنساهمش. هم كلهم بيبداوا بحرف السي، بنقول عليهم اسمهم الفور سيز. ان هي تكون correct، تكون clear، تكون complete، تكون concise.